سافرت المغرب السنه دي؟ رحت موضوع ايفونا؟ لا ما كانش موضوع ايفونا. مراد باتنا. ايه؟ راح مراد باتنا. مراد باتنا. مراد باتنا الفتح. كنتوا هتتعاقدوا معاه. بعد كده ايه اللي حصل؟ المكان بتاعه اللي هو اللي حصل ان هو اللاعب الاول هو اللي كان مهتم ان هو يجي الزمالك. مراد باتنا، عشان خدوا بالكم يا جماعه، مراد باتنا اللي جاب جون في الزمالك في الفتح، وبعد كده حازم وبتاع جابوا اخر جونين وصعدوا. وبعد كده سالنا كويس قوي جدا طبعا. سالنا استاذ مرتضى عليه، قال طبعا بس اسالوا مدرب عليه لان هو لاعبنا فالمدرب شافه. سالت المدرب عليه، قال لي طبعا لعيب خطير، بس المشكله ان انا عايز مهاجم ده بيلعب بنفس طريقه ايمن حفني واحمد عيد في الوقت ده. فاعتذرنا له وقلنا له ان يعني ممكن يبقى السنه الجايه. لكن موضوع ايفونا ده عايز اتكلم عليه في حاجه. دي ممكن يبقى ما حدش يعرف الحاجات دي، في حاجات كده ما ينفعش تتقال غير بعد. على فكره بعد شويه هيكون معايا طبعا عضو مجلس اداره احمد مرتضى منصور، هو جه بره هيخش معانا كمان شويه. موضوع ايفونا ده بالتحديد يعني عشان الجمهور يبقى عارف القصه دي. الزمالك في موضوع ايفونا ما كانش داخل بالمره في الصفقه. احنا جات لنا معلومه ان الاهلي هيجيب اللاعب ده وبسعر رخيص، كان حوالي 300 او 400 الف دولار. تمام. رحنا للاستاذ مرتضى قلنا له في لعيب اسمه كذا، ما يعرفوش خالص، ما يعرفوش. انت محتاج، وفرجناه عليه، انت بس ده مكسر الدنيا في المغرب، انت محتاجه ولا مش محتاجه؟ قال لك انا مش محتاجه. قلنا اللاعب ده الاهلي يعني مهتم بيه وبيتعاقد معاه مش عارف. قال لك خشوا من باب ان احنا نغلي. فكان في النص شويه حاجات كده بتحصل، يعني مثلا ان ايه، انا عن نفسي يعني ممكن اصرف شويه فلوس بسيطه في مقابل ان المنافس بتاعي يتكلف شويه فلوس كبيره. ايه الفلوس البسيطه دي؟ ان انا اخد تذكره طيران واروح اسافر في المغرب عشان تفاوض. من غير ما تفاوض، هو لما في الاهلي هيعرفوا ان عشان تسير ان فلان الفلاني دلوقتي طلع، هم عندهم ناس في المطار عندهم سافر على رحله كذا، راح المغرب دلوقتي، يروحوا هم باعتين ناس. انتوا كنتوا بتعملوا كده؟ كنا بنعمل كده. طب هل كان في اتفاق ما بين رئيس نادي الوداد بصراحه؟ بص انا هقول لك على حاجه. لا هو امير ساعات كان بيقول لي رئيس نادي الوداد هيعمل مداخله بكره يقول فيها مش عارف ايه. انا كنت بقعد اتفرج على الراجل حافظ السكريبت، ما اعرفش مين اللي كان كاتب. بص الراجل برضو عشان يعني لو يعني عشان الكلام يبقى واضح في حقه برضو، هو راجل بيشتغل لمصلحه نادي. تمام. بس حتى لو احمد مرتضى معايا في الايربيس دلوقتي بيقول لي خلص ومشي الاثنين اللي عندك دول، وده معناه ان في خلاف كبير بين امير طب احنا 10 دقايق حتى لو عفيفي خرج شويه هيخش، عشان احنا ما عندناش غير مكانين، هيخش احمد جنب امير عشان لاول مره يجتمع الاخوان. لا مش هقعد معاه في حته، انا مش هتقعد معاه في حته. الخلافات اللي بيني وبينه اكبر من ان انا اقعد معاه. بيقول لي انا ما بقعدش مع اي حد، مش اي حد كده اقعد معاه. قول له ميعادنا الانتخابات اللي جايه ان شاء الله. بيقول لي احمد بيقول لي الاثنين اللي قدامك دول جماهير، انا في الاداره، انا عضو مجلس اداره، احنا صوت الجماهير. انت صوت الجماهير. دخلنا مره انا وامير واحمد مكان فاحمد بيسال الراجل بيقول له تعرف مين ده على امير؟ قال له استاذ امير. قال تعرفه ليه؟ قلت تعرفني انا بس. مجلس اداره. طب ارجع تاني، ايفونا الراجل كان في اتفاق ان تعلوا السعر يعني؟ الاتفاق احنا كنا صراحه مع الراجل من اول يوم، واحمد اللي كان في القصه دي. والله العظيم ان احنا مش داخلين نشتري اللاعب ده، احنا داخلين نجيب لك اعلى سعر، انت موافق؟ قال لك انا طبعا عايز مصلحه النادي بتاعي. خلاص. فقلنا له هيجي لك فاكس هنبعت لك فاكس، هيجي لك عرض هنبعت لك عرض، خد انت اللي انت عايز تشتغل بيه، المهم ان الموضوع في الاخر يوصل. انا عايز استنزفه ماديا. في الاخر كان بدا بكام المبلغ؟ كان 400 الف دولار. ايفونا كان بجد والله العظيم. والله العظيم. وصل لكام بقى؟ وصل في الاخر ل4 النادي 2.5 والوكيل 400000 500,000 اعتقد 3.2 فعلا. الوكيل هم عنده 2 وكلاء، الوكيل خد 500,000 وهو الولد خد 1,200,000 في السنه. ياه.